السلام عليكم ورحمة الله. معكم أم لينا، ونرحب بكم في فيديو اليوم اللي هو عبارة عن حلوى جافة يومية اقتصادية تجي بزاف بنينة. تقدروا تحضروها بالزيت أو بالمارغرين، يعني لكم الاختيار. كما راكم تشوفوا تجي يعني صراحة تذوب في الفم، تجي بزاف بنينة. ننصحكم تجربوها، وبلا ما تنساو تخليوا لي جيم وتعليق، يعني هكذا يطلع الفيديو. تشتركوا ان شاء الله في القناة ويوصلكم كل الوصفات اللي نحطهم. ونبدأ مباشرة بالوصفة. هنا المقادير تاع هذه الوصفة اقتصادية جدا. عندي 250 غرام مارغرين تكون بدرجة حرارة الغرفة، عندي كيس سكر كلاسي واثنين بيض، ونضيف عليهم مغرفة صغيرة فاني. هذا المكونات راح نطلعهم بالباتور حتى يولي لون الخليط فاتح. اذا ما عندكش الباتور تقدري تستعملي الفوي او باليد تاعك، المهم خلطي المكونات مليح. يعني الباتور ماهوش مهم في هذه الوصفة. واللي تحب ديرها بالزيت تعوض هذيك المارغرين، تعوضها بكاس ناقص اصبع تاع زيت. الزيت يكون بارد. وهنا ضفت كاس ونص فرينة، وعندي مغرفة صغيرة خميرة كيميائية، وراح نكمل النشف بالنشا. اللي ما تحبش طعم النشا دير 2 كيسان فرينة وتكمل بالنشا. نعاود لكم هنا المكونات. عندي 250 غرام مارغرين، تقدروا تستبدلوها بكاس نتاع زيت. عندي كاس سكر كلاصي، 2 بيضات، مغرفه صغيره فاني، كاس ونص فرينه، ونكمل نشفها بالنشا. بلا ما ننساو مغرفه صغيره خميره كيميائيه. هنا راح نتحصل على عجينه تكون طريه. هذا هو القوام تاع العجينه كما راكم تشوفوا. كما قلت لكم، يعني اللي تحب دير الفرينه اكثر من النشا، تقدر يعني دير 2 كيسان فرينه وتكمل بالنشا. كما تقدروا ديروا 2 كيسان ونص فرينه وتكملوا بالنشا. كاين اللي ما يحبوش الطعم تاع النشا في الكاطو، ولكن يعني صراحه هذا يجي رائع، يجي يذوب في الفم. كما شفتوا معايا وزنت العجينه هنا، شكلتها كرات، وزنتها 25 غرام، يعني على حسب الطابع انا اللي متوفر عندي. هذا هو الطابع اللي شكلت به، هو طابع المعمول. هنا الطابع راح اكيد نرشوه بالفرينه، خاصه في المره الاولى اللي نستعملوه. رشوه مليح ونحيو هذوك الزيادات تاع الفرينه، ورايحه نبدا نشكل فيه. نجيب اول كره هنا، يعني نمدكم طريقه سهله به مستحيل يلصق معكم. الكره كما راكم شفتوا شكلتها حربوش، وعاودت رمته في الفرينه وننفضوا مليح مليح من هذوك الزيادات. وهنا راح نطبعوا، اضغطوا عليه قيس يعني بها تتشكل لكم الرشمه. وهنا وين تسكروا سكروا مليح هكذا به ما تتحلش معكم الحبه. ونضغط كما راكم تشوفوا، ودوك تشوفوا كيفاه نحيها. هنا راح نخبط الطابع في هذاك المكان كما وريت لكم، راح يتنحى معكم بكل سهوله. اللي يعني مبتدئه وتخاف يلصق معها، تقدر دير بلاستيك وتشكل فقط. كي تعود تشكل تضغط مليح مليح باه يتشكلوا لها هذوك الرشمات. هنا كما راكم تشوفوا، يعني حطوهم فوق ورق الطهي ودخلوهم يطيبوا في الفرن على 180 درجه حتى يتحمروا لكم من الاسفل. ومن بعد يعني هما من الاعلى، من الاحسن ما تشعلوش، والله شعلوا فقط دقيقه او 2، ما تخلوهمش يتحمروا لانه يجي لونهم ابيض من الاعلى. هنا بعد ما طابوا معايا كما راكم تشوفوا، راح ندهنهم بالمربى، نلصقهم بالمربى، وباه يعني ما يتشققش معاكم العجينه. ما تنشفوهاش، اذا نشفتوا العجينه بزاف بالنشا او بالفرينه راح يتشقق معاكم هذا الكاطو. يعني هذه نصيحة مهمة، خلوا العجينة طرية. هنا كما راكم تشوفوا عندي الكاوكاو، دهنت الحواشي بالمربى ورمتهم في الكاوكاو بهذا الشكل. يعني ننصحكم تجربوا يعني هذا الكاطو، صراحة كاطو سهل وبنين، يخرج لكم يعني كمية مليحة على حسب المقادير تاعو. يعني مقادير قليلة، اقتصادي جدا، وتتحصلوا على نتيجة روعة. ويعني بزاف اللي يحبوا هذه الحلويات الجافة، يعني ننصحكم تجربوا ان شاء الله، وباذن الله راح يعجبكم بزاف بزاف. وبزاف يحبوا هذا الكاطو خصيصا، يعني لانه يجي رائع. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس، هكذا يوصلكم الوصفات اللي نحطهم. واللي تحب وصفات الحلويات تلقاهم في قناتي الثانيه الخاصه بالحلويات.
اسمها حلويات البرايجية، تلقاوها في صندوق الوصف. هذه هي النتيجة اللي تحصلنا عليها. كما راكم تشوفوا صراحة جاء يتفتت، جا بزاف طري، جا بزاف بنين. ان شاء الله تجربوه ويعجبكم باذن الله، ونتلاقاو في وصفات قادمة ان شاء الله.